السلام عليكم ومرحبا بكم، كي راكم خواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مشتركاتي الغاليات نرحب بكم. نقول لكم مرحبا بكم في القناه. ان شاء الله تعجبكم القناه. واللي ما راهاش مشتركه في القناه يعني تشترك في القناه، تفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. واللي ما راهاش دايره ابوني تاني دير ابوني. المهم البنات جيتكم اليوم فيديو جديد. قبل ما تنسوا اول حاجه يعني تروحوا ديروا لي جيم دروك، ما راكمش ديروه يعني راكم تنسوا. روحوا ديروا لي جيم. واللي راها تفرج الفيديو لاول مره يعني غادي تستفادي من هذا الفيديو بزاف. خاصه راني جبتكم هذه الفاكهه، يعني فاكهه موسميه. وفعلي الجرس كما قلت لك باش يوصلك كل ما هو جديد. قناه غادي تستفادي منها. هذه هي راني نبارطاجي معكم الوصفات، هكا دي روتينات، نصائح، افكار، يعني حاجه اللي نستفاد منها انا، ماذا بيا يستفادوا منها كاع. ودعوه الخير هذه هي اللي غادي نقولها لكم. اليوم جبت لكم يعني راكم تشوفوا الفاكهه. هذه فاكهه الكاكي ولا الكاكا كما نقولوا لها باللغه العربيه. هذه الفاكهه يعني عندها عده فيتامينات، منها نذكر شو هما الفيتامينات اللي فيها: فيتامين ه، كاف، باء 6، البوتاسيوم، النحاس والمنغنيز، وعندها عده فيتامينات واحده اخرين. نروح نشوفوا الفوائد تاع فاكهه الكاكي شهيه. انقاص الوزن، ايقاف النزيف، وقد استخدمت الكاكا في القدم لايقاف النزيف من الجروح. تنظيم مستوى السكر في الدم، تقليل احتباس السوائل في الجسم، كذلك إزالة السموم من الجسم والحفاظ على صحة الكبد. أيضا منح الجسم طاقة بسبب محتواه الغني بالبوتاسيوم. هي مفيدة للقلب، مليحة للقلب. حفظ خفض ضغط الدم، مفيدة للنظر وصحة العين، تقوية مناعة الجسم، وهذه هي كما نقولوا اللي الناس قاعد تحوس عليها المناعة. تأخير الشيخوخة، كذلك الوقاية من الأورام والسرطانات، وتقليل الالتهابات. هذه اللي ذكرتها لكم غير شوية، كما نقولوا كاين عدة فوائد. المهم ماذا بكم يعني لا صادفتوها هكا شروها، تروحوا المارشي ولا أي هكا حانوت ولا وتلقوا هذه الفاكهة تناولوها، ماذا بكم. يعني ربي سبحانه كل حاجة يعني دير لها فائدة. يعني الفواكه والخضر خاصة هذو الموسمية كل حاجة راه عندها كما نقولوا الفوائد تاعها، خاصة في الفصول. يعني عندنا 4 تاع الفصول، كل حاجة راها تجي في وقتها. كل فاكهة راه عندها كما نقولوا المهام تاعها اللي ديرهم. هذه هي بالعامية تاعنا. وحنايا ماذا بينا نستفادوا من اي حاجه، يعني خاصه نحوسوا على الحاجه كما نقولوا الصحيه. نديروا تاني الوقايه. ماذا بينا انسان يحافظ على روحه ويحافظ على صحته، هذه هي وصحه وليداته. اذا لقيتوا هذه الفاكهه ماذا بكم تشروها. شوفوا المذاق تاعها نقول لكم داير كيما الهنديه ولا تشيمبو، كيما نقولوا احنا في الغرب نقولوا له تشيمبو، هذاك اللي يجي في الصيف. يعني باش نقول لكم القوام تاعها كي داير، المذاق تاعها يعني يجي حلو. تجي شابه الفاكهه، فيها شويه كيما نقولوا تكرش هذاك تكرش لكم فمكم، ماشي بزاف بصح غير بنسبه قليله. وكي تكون زعما الفاكهه يعني تكون نضجت، زعما تكون طايبه، تجي مليحه. هي كي تشريها هكا شويه خضراء يعني ما تتناوليهاش تمتم، تكرش لك الفم، يعني تجي شويه تضر، ما تقديش تاكليها. بصح طيب تكون طايبه وتكون مليحه كيما نقولوا بهذا القوام، تجيكم ما شاء الله، تجيكم بنينه. يعني المذاق تاعها كيما قلت لكم حلو. ماذا بكم كاع يعني اللي كي تلاقوها كاع ان شاء الله تشروها وتجربوها، يعني تجربوا هذه الفاكهه كي تلاقوها في طريقكم غير شروها. هذه هي يعني فتحتها لكم هكا من الداخل تشوفوها. المذاق تاعها يعني قلت لكم رائع، ولا المذاق تاعها شباب. والفوائد يعني انا ذكرت لكم غير بعض الفوائد ماشي كاع، تروحوا لجوجل تلقوا عده فوائد. وماذا بينا حنايا كما قلت لكم نستغلوا الفواكه الموسميه والخضر. هذه هي، وكل حاجه كما نقولوا عندها وقتها. كل حاجه راها كما نقولوا اللي جات في ذاك الفصل، يعني ربي سبحانه راه عارف علاش راه يدينا هذوك الفواكه. المهم اللي ما راهاش مشتركه في القناه نقول لك اختي درك روحي اشتركي في القناه، فعلي الجرس، وديري لي جيم وابوني، وبارطاجوا الفيديو يعني اللي تاعهم الفائده. كما مداري نقول لكم على الاحباب والاهل. جيتكم بالوصفه اليوم اللي كما نقولوا درتها لوليداتي واللي عجبتهم. وصفه البانكيك. جات كما نقولوا في وقتها. هذه هي. تكوني عيانه ولا ما تكونيش باغيه طيبي ولا
ولا اللي ما عندهاش فرن، يعني هاد الوصفه يعني تساعدها بالبزاف، والاطفال تعجبهم. يعني تذوقيها كيما تبغي، كاين اللي يديرها بالعسل، كاين اللي يديرها كيما نقولوا كيما درتها انايا، وكل واحد هو حر. كاين اللي ياكلهم غير هكا، ما يديرلهم لا شوكولا لا حتى حاجه، يعني غير طيبهم ياكلهم هكاك. كاين اللي يعجبوه كيما هاك. المهم ان شاء الله يعجبوكم، وصفه ناجحه. نعطيها لكم بمقادير مضبوطه. تجربوها، يعني سهله، وعندها واحد كيما نقولوا تاني واحد لي زاستوس تاني دوك نقول لكم شتا هما باش تنجح لكم الوصفه. يعني تعطيها غير بنتك ديرها لك، ولا انا غير بنتي صغيره هكا قاعد تعاوني، وريتها غير خطره كي دير قالت لي جيبي ماما نعاونك. قلت لها رواحي، الاطفال يبغوا ثاني كيما نقولوا يدخلوا معاكم في المطبخ، ماذا بكم تدخلوهم غير بشويه بشويه، تدخلي معاه، تعطيها هكا تخلط لك، تعطيها تعاونك. دير معاك الفرينه، يعني هما يبغوا هاد الصوالح. نروحوا نقول لكم الوصفه شافيها. شوفوا ديروا هنا 2 حبات بيض، قرصه ملح، مغرف تاع لافاني، مغرف تاع كيما نقولوا تاع ديسير، وربع مغارف تاع سكر، 4 مغارف كبار تاع سكر. راكو تشوفوا فيا راني نحط فيهم هنايا بالملعقه. تستعملوا في هذه الحاله الباتور، ولا اللي ما عندهاش الباتور معليش تبقي غير تضربي مليح وصاي. ديري غير الفوي ولا فرشيطه، ولا المهم ديري الوصفه، ماشي مشروط يكونوا عندك هاد الادوات. المهم ضربي مليح مليح السكر واللافاني والملح، قرصه الملح. هذه يبيض لك الخليط، شوفي يولي لك ابيض. سينو غير بالفوي قعدي تضربي مليح مليح حتى يبيض لك الخليط، ماشي زعما شرط. جربيها ولا لا تجيك كيما نقولوا تجيك شابه، تجي كيما نقولوا القوام تاعها بخاص كيما هكا، كيما نقولوا تجي كي البسكوي هكا، تجي مليحه. باش ما تبقيش طيبي ولا ما يكونش عندك الوقت تشعلي الفرن وديري حاجه في الفور، ديريها بالخف، يعني غير في المقلاة وراها وجدت لك. المهم هنا شا غادي نزيدو ربع كاس تاع مارغرين، كيما نقولوا هذا الكاس تاع ام وليد هكا راني درت لكم هنايا 2 اصبع. تذوبي الدهان، ولا ما عندكش تاني المارغرين معليش ديري غير الزيت، ديري الزيت تاني تجيك مليحه، نفس القوام غادي تجيك شابه. تضربي مليح مليح هذاك المارغرين اللي درتيه. هنايا تاني نزيدو كاس حليب، انا درت من هذا كيما نقولوا كاس تاع ام وليد، كاس حليب. تخلطي هكا شويه، هي بالخف توجد، ولا الحاجه اللي مليحه فيها توجد بالخف. الفرينه هنايا كيما نقولوا حوالي غرفيه، حوالي نقولوا بالميزان هكا 200 غرام 210 غرام هكا، ما تفوتيهاش. صا ديبون نتيا ديري وشوفي. انايا جاتني هكا غرفيه ماشي كبيره بزاف، متوسطه. عفوا. الفرينه هنايا ماذا بك تغربليها، انا ديجا كنت مغربلتها وعاود تغربلتها هنايا. وهنايا تزيدي تدخلي غير بالفوي كيما راني ندير، تدخليها مليح مليح. كل ما تدخلي الفرينه تعاودي تزيدي. هاي شوفوا الغرفيه انا اللي درتها، هذوك الغرفيات المتوسطين هذوك. هذه عمرتها تاع الفرينه ديري تاع كيما نقولوا تي 45 تاع الحلويات، اما ماما ولا سفينه ولا اللي تكون عندك، المهم تاع الحلويات الفرينه. ضربيها مليح مليح، والحاجه اللي فيها هذه يعني توجديها بالخف، ما تطولش، يعني غير ديريها منا توجديها منا. ولا راكي باغيه زعما تاني تخليها معليش، باغي ديري كيما نقولوا ما ديريش كونتيتي كاع اللي هذه غادي ديريها. ديري مثلا 4 حبات ولا 5 حبات، ولا ديريهم وتخلي الخليط اللي بقالك تخليه في الفريجيدير نورمال، تغلفيها بابي فيلم وتخليها وتعاودي تستعمليها، يعني الغدوه من داك تعاودي تستعمليها. هذه الحاجه اللي فيها مليحه، ما تخسرش كونطرير، هي كي تزيد كيما نقولوا ترتاح تزيد تجيك احسن واحسن، يعني ترتفع لك تنتفخ لك كيما نقولوا في المقله، كيما البغرير من نديروه يبقى يطلع لكم كيما هاك. وتعاودي تقلبيها، يعني كي طيبيها دوك تشوفوا غير ديريها كي تشوفيها دارت هذوك الفقاعات تم تقلبيها. دوك نوريكم انا راني درتها هنايا ترتاح شويه ماشي بزاف، تبغي ديريها مباشره ما كاش مشكل. هنا راني حطيت هكا كيما نقولوا واحد المقدار غير شويه على حساب انت تحكمي في الشكل كيما تبغي. كي تشوفوها هكا بدات صايد ديالكم في الفقاعات، اي في هذه المرحله تقلبيها كيما من زعما طيبي البغرير بصح شاوه هذه تقلبيها. ها هو هنا قلبتها، شوفوا اللون تاعها يعني جا ما شاء الله جات تشهي. تقلبيها على الجهه الثانيه.
تقلبيها منه. تاني ما تديش بزاف، انت بروحك تبقى تشمي فيها كي طيب، وكي طيب كيما قلت لكم تزينيها كيما تبغي. انا كانت عندي هكا درتها بوبتيلا، كانت عندي شوكولا اوبتيلا هكا شويه بانان شويه قرقاع، اي حاجه تبغي تزينيها انت حره، لي فخاز ولا كاع بلا هاد الصوالح ديري فيها غير الحسل ولا الكونفيتور ولا، المهم راكي درتي حاجه كيما نقولوا لوليداتك باش يتقهووا بها وتفرحيهم تاني تعجبهم. يعني الاطفال يبغوا ساعه ساعه هاد الصوالح. ماذا بك تاني كيما نقولوا ديري حاجه في الدار، ما تبقيش تشري بزاف لي غاطو، ديري لهم حاجه تاع الدار. يعني كل ما ديري لهم حاجه تاع الدار يعني ما انت راكي كيما نقولوا تقتصدي. وماذا بك تاني كيما نقولوا هنايا شارك معاكم تاني يعني الفكره راني درته هنا، راكم تشوفوا الججلان هذاك الابيض درته في الياغورت. انا اما ناكله هكا يعني تسفوه، اما تاكلوه هكا ملعقه كبيره، تاكلوه مرتين ولا 3 مرات في النهار. مليح للعظام، الالام العظام من الكالسيوم. يعني كيما نقولوا الججلان فيه الكالسيوم بزاف، خاصه هذا الابيض يعني كاع هذاك الماغون ماشي كيما هذا الابيض. مفيد. انا هكا درتها بغيت نشاركها معكم، نديرها كيما هكا ونتناوله يعني كيما هكا راني ناكله. والفاكهه هذه يعني راني وريتها لكم، ها هي فاكهه الكاكي اليوم اللي هضرنا عليها. ان شاء الله جربوا الوصفه اللي درتها لكم تاع البانكيك يعجبكم، وكتبوا لي في التعليقات يعني اللي جربت الوصفات كتب لي في التعليقات. والفوائد تاع هذه الفاكهه يعني رانا قلناهم، وفيها عده فوائد ماذا بيا نتوما تاني تجربوها يعني وتستفادوا منها. هذه هي راني قطعتها لكم كيما هكا تشوفوها. هذا هو الشكل تاعها، والمذاق تاعها يعني دوك يعجبكم اللي يشريها دوك تشوفوا تذوقوها تجيكم شابه. يعني قلتلكم فيها واحد شويه كيما نقولوا تكرش هكا الفم، ماشي بزاف بصح بنسبه قليله. هذه كي تكون شويه كيما نقولوا ماشي طايبه بصح كي تكون طايبه مليحه تجيكم شابه، يعني كيما التشيمبو اللي ناكلوه في الصيف. ان شاء الله الفيديو يعجبكم البنات، ما تنسوش الجام، ديروا لي جام، بارطاجوا مع الفيديو مع الاهل والاحباب كيما قلت لكم. وان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر. واللي ما راهاش مشتركه في القناه تاني نعاود نذكرك اختي نقول لك اشتركي في القناه، غادي تفيدك، تدي منها نصائح تدي منها افكار. هذه هي راكم خواتاتي راني نبارطاجي معكم اي حاجه يعني راني نستفاد منها، ماذا بيا نتوما تاني تستفادوا منها ويعني في ميزان حسناتي. وادعوا لي ان شاء الله كيما نقولوا ليا ولوليداتي.